مراحل لتعامل الإنسان مع البيئة. أولا عندي مرحلة اسمها التقديس والتأليه. يعني إيه تقديس وتأليه بقى يعني في الوقت ده الإنسان لقى نفسه يعني في بيئة متوحشة. هو خايف منها، مش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. عندك ظواهر طبيعية بتحصل، في كوارث، في زلازل، براكين، في جبال، في أمطار، في بحر. فابتدى هنا في الوقت ده كل ما يشوف حاجة يبقى مش فاهمها فيخاف منها. يعني يشوف البحر يخاف منه. طب انت لو خايفة من حد يا علياء ايه اللي هيحصل؟ طبيعي جدا ان انت هتحترميه قوي. زمان بقى في الحضارة اليونانية والبابلية والهندية، حتى الحضارة المصرية، الناس دي احترموا البيئة لدرجة التأليه. يعني ايه التأليه؟ يعني عبدوا مظاهر البيئة والطبيعة. يعني مثلا يبقى الشمس طلعت كده الصبح يقول لك ده دي إله، من كتر بقى يعني احترامه ليها وهو مش فاهمها. فيبتدي ايه يعبدها ويعمل بقى إله الشمس. يعني عندنا مثلا في الحضارة المصرية القديمة كان في آلهة كتير جدا لمظاهر الطبيعة. يعني عندك مثلا إله صدق، ما عندك إله الشمس، إله السماء، إله الأرض. كل مظهر من مظاهر الطبيعة هم خدوا منه رمز لإله معين. فمن هنا ابتدت أصلا الطبيعة تكون هي منبع الدين عند الإنسان البدائي. ما أنا دلوقتي بتكلم عن الإنسان البدائي خالص، اللي كان مش قادر يفهم ولا يفسر كل الظواهر الطبيعية اللي بتحصل حواليه، فبدأ يعمل إيه؟ يقدسها. عارفين كده في مثل يعني يقولك إيه؟ اتمسكن لحد ما تتمكن. هنا في الوقت ده او في المرحله دي تحديدا الانسان ابتدى يتمسكن للطبيعه. يعني ايه؟ يحترمها جدا، يقدسها لدرجه التأليه، ان هو يعبد مظاهر الطبيعه. لانه زي ما قلت لكم مش قادر يفهم. يعني الشمس تطلع يقول دي اله، طب الشمس غابت وطلع مكانها القمر، لا ده هو ده الاله. فهنا بنسمي المرحله دي التقديس والتأليه. لو جينا بقى نتكلم عن المرحله الثانيه، هنلاقي ان المرحله دي الانسان ابتدى يشغل عقله، ابتدى يعني يشوف الطبيعه بشكل تاني. يعني مثلا لو الانسان في المرحله الاولى يشوف، لو شاف البحر يخاف منه ولا انه مش فاهم ايه ده، لا في المرحله التانيه بقى الانسان ابتدى يفهم ويعرف ان البحر ده ميته مالحه، ما تصلحش للشرب ولا تصلح للزراعه. ابتدى هنا يدي تفسيرات. المرحله دي بدات امتى بقى؟ بدات تحديدا مع ظهور الفلسفة الطبيعية اليونانية. لأنه مع ظهور الفلسفة الطبيعية اليونانية ابتدت أصلا حضارة اليونان تظهر. يعني وجود فلسفة في اليونان هو كان حاجة أساسية أدت لظهور الحضارة اليونانية. ففي الوقت ده الفلاسفة الطبيعيين ابتدوا يحاولوا يلاقوا تفسير للظواهر الطبيعية اللي بتحصل حواليهم. فمثلا نجح أرسطو إن هو يقول إن يلاقي تفسير للطبيعة بإن هو يقول أصلا إن الأرض هي مركز الكون. طبعا ده تفسير كان خاطئ. يعني جه بعدها جاليليو قال ان التفسير ده خاطئ وان الشمس هي مركز الكون. بس ارسطو يعني عمل مجهود وقدر يوصل لتفسير. فهنا في الوقت ده الفلاسفة ابتدى مثلا يجي ارسطو يقول ده انا شايف ان الارض هي مركز الكون. افلاطون يقول انا شايف ان الكون ده او الطبيعة مثلا مخلوقة من كذا، مخلوقة من نار. يجي مثلا طاريس يقول لا ده مخلوقة من مية. حد تاني لا مخلوقة من التراب، لا من الهواء. يجي حد غيرهم خالص يقول لا انا شايف ان الطبيعة اصلا مزيج بين كل العناصر دي. فهنا ابتدت تحصل يعني تفسيرات وتوظيفات كتير لكل ظواهر الطبيعة. بس المرحلة دي بقى كان يعني في الوقت ده كان ليها حاجة كده بتميزها، إنه شايفين الفلاسفة والعلماء في الوقت ده شايفين إن كل حاجة موجودة في البيئة بتاعتنا مهيئة ومخصصة لخدمة الإنسان. يعني كل حاجة مخلوقة ومسخرة لأن هي تساعد الإنسان.